ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. فيديو النهارده مختلف شويه. انا قررت ان انا اعمل سلسله فيديوهات بعنوان ما تغلطيش غلطتي. هقول لكم فيها على حاجات انا غلطت فيها واتعلمت منها، فانا هكلمكم في كل فيديو عن موضوع معين انا غلطت فيه، وهقول لكم كمان الدرس اللي انا اتعلمته من الحكايه. ويا ريت برضو تشاركوني في الكومنتات وتقولوا لي سلسله الفيديوهات دي هتكون مناسبه معاكم ولا لا. خليني اكلمكم على اول حكايه، وهي ما تغلطيش غلطتي في اختيار صحابك. وخليني ابدا معاكم الفيديو اللي انا هحكيه. هو انا مش بحكيه عشان انا مثلا متضايقه او زعلانه او لا، مفيش الكلام ده خالص. بس انا بحكي عشان البنات تتعلم. في بنات كتير قوي بتختار صحاب وبتتخذل فيهم، فانا جايه لكم اهو وهقول لكم خلاصه تجربتي، وكمان هقول لكم الدرس اللي اتعلمته. بصي، انا في الاول كده مش جايه اقول لك خليكي لوحدك، ولا جايه اقول لك ان الناس كلها وحشه، بس جايه اقول لك حاجه واحده، وهي خلي بالك وما تغلطيش غلطتي. في الاول خالص خليني اوضح لكم شخصيتي زمان، او شخصيتي كانت مع صحابي زمان. انا كنت من البنات اللي هي بتحب يكون حواليها ناس كتير، حواليها صحاب كتير، بتحب الضحك وبتحب الخروجات والمناسبات، وكنت فاكره ان اي حد بيضحك لي او بيتكلم معايا شويه خلاص هو كده صاحبي، وان الناس اللي بتسال عليا في اوقات الفرح هيسالوا كمان عليا في اوقات الزعل. كنت مغفله. بس للاسف لما حصلت لي مواقف كنت فعلا محتاجه الناس دي جنبي، ما لقيتهمش، اختفوا. الحته بقى اللي توجع هنا مش انهم اختفوا، لا، انهم هم اللي اختاروا انهم يختفوا. كانوا عارفين ان فرحي قرب، كانوا عارفين ان دي اهم لحظة في حياتي. انا كنت متخيلة بقى ان يوم فرحي ده هيكون يوم مميز بكل الناس اللي حبتني واللي انا برضو حبتهم، واللي قضيت معاهم سنين كتير قوي من ضحك ودموع وطبطبة. لكن اللي حصل ان معظمهم ما كانش موجود، نصهم ما جاش والنص التاني اختفى قبل الفرح بايام. حسيت وقتها بقى ان انا كنت عايشة في وهم كبير قوي، والناس دي خذلانهم ليا بدأ من زمان، بس انا اللي ما كنتش واخدة بالي. طب انتوا عارفين لما كنت بحكي وبفضفض عن همومي زي اي واحدة صاحبتك، زي اي واحدة بتفضفض لك عادي، لما كنت بحكي وبفضفض عن همومي كانوا ايه بقى؟ كانوا بيردوا عليا بحكاياتهم ويقلبوا بقى الحكايه عليهم. عارفين انتوا الحوار ده؟ لما مثلا احكي لواحده صاحبتي ده انا مش عارفه حصل معايا ايه النهارده، لا هي بقى ترد عليا لا انت عارفه بقى انا حصل معايا ايه اول امبارح، ده انا حصل معايا نفس وتبدا هي بقى تتكلم وتنسى الموضوع اللي انا كنت بكلمها فيه اصلا. او لما انجح او اعمل حاجه مثلا كبيره او اعمل نجاح ضخم مثلا بالنسبه لي، الاقيهم نصهم اللي اختفوا ونصهم اللي غيرانين ونصهم التاني اللي بيقولوا او مش شايفين ان ده عمل او حاجة عظيمة. انا كنت من الناس اللي مثلا لو اي واحدة عملت اي حاجة غسلت شوية مواعين بسقف لها واطبل لها وبعمل فرح. وطبعا لما كنت مثلا اتعب او اكتئب او يحصل لي مثلا ازمة نفسية بسبب موضوع معين، بلاقي معظمهم بيبعدوا عشان ما يسمعوش طاقة سلبية. لا، هي حاليا هي ايه نفسيتها وحشة، فهتقعد بقى تتكلم معانا وتدينا طاقة سلبية بس. وكمان لما كنت بغلط كانوا ايه بقى؟ كانوا بدل ما بيصلحوا مثلا او بدل ما يقفوا جنبي، لا كانوا بيبعدوا، كانوا بيختفوا. عارفين بقى المشكلة فين؟ المشكلة ان دي كلها كانت مواقف صغيرة بتنبهني، بتوريني صورتهم الحقيقية او وشهم الحقيقي. بس كنت برضو بكبر دماغي وبقول ايه، لا احنا نحافظ على العشرة، دول صحابي بقالهم سنين، ده احنا عشرة عمر، هخسرهم عشان واحدة مش عارفة ما قالتليش. انا كنت مغفلة يا جماعة، تاني مرة كنت مغفلة. وكمان بسبب يعني مش عارفة اقول طيبتي ازاي ده، او بسبب ان انا كنت مكبرة دماغي زيادة عن اللزوم قوي. كنت شايفة ان الناس دي كنت شايفة فيهم اخوات، يعني انتوا متخيلين لدرجه ايه كنت شايفه فيهم اخوات. بس للاسف انهم طلعوا يعني ضيوف مؤقتين في حياتي. الواحد بس مستغرب بعد العشره الطويله دي كلها
يطلعوا ضيوف مؤقتين في حياتي. طيب هو انا كنت مستنيه منهم ايه؟ انا ولا كنت مستنيه منهم هديه، ولا كنت مستنيه منهم بوست على الفيسبوك. بس كل اللي انا كنت عايزاه ان انا كنت عايزاهم يبقوا جنبي، يشاركوني فرحتي زي ما كنت انا اول واحده بشاركهم فرحتهم وزعلهم. انا كنت اول واحده ببقى حاضر. بس والله اللي حصل كشف لي حاجات كتير قوي، وانا بشكر الظروف ان هي كشفت لي الناس وفوقتني من الغيبوبه اللي انا كنت فيها. بس اللي حصل كشف لي ايه بقى؟ كشف لي ان في ناس كانت معايا عشان المصلحه، مش عشان بيحبوني فعلا، مش عشان بيحبوا اسراء، لا، هما معايا عشان مصلحه بس، شايفيني مفيده ليهم في وقت معين بس، ولما ما بقتش مفيده خلاص ما بقتش مهم. تاني حاجه ان في ناس بياخدوا اكتر ما بيدوا، والناس دي موجوده في حياه كل الناس، انا وانتي وكل الناس. في دبانه بنت لذينه موجوده عندي من امبارح مش عايزه تخرج. نرجع لموضوعنا بقى، وزي ما قلت لكم ان في ناس بتاخد اكتر ما بتدي. يعني مثلا انا كنت من الناس اللي اول واحده تسال، واللي اول واحده تطبطب، واول واحده تجري في وقت الزعل، وطبعا اول واحده بتجري في اي مناسبه عشان ابقى جنبهم. بس انا لما وقعت محدش جه سأل فيا. انا كنت عايشه مع الناس دي، فالواحد اللي هو مش اللي هو ايه بقى، مش يقعد بقى يزعل ويقعد يكتئب على الناس دي. المفروض والله ان هو يتبسط بعد طبعا لما ياخد الصدمه، يرجع بقى ان هو ايه، يتبسط ويعيش حياته عادي جدا كانه ايه، كان الاشكال في حياته. تعالوا بقى اقول لكم الموقف اللي صحاني بقى بجد، وهو يوم فرح. ناس كتير من اللي انا كنت فاكراهم ان هم قريبين من قلبي، صحابي بقى فقريبين من قلبي، مش بس ما جوش الفرح، لا دول حتى ما ردوش بمبروك بمسج مثلا على واتساب ولا على اي ابلكيشن، ما ردوش حتى بمبروك. بس في المقابل بقى ايه، ناس ما كانوش قريبين مني لقيتهم ايه، اول ناس واقفين في فرحي وواقفين معايا وقاعدين يعملوا لي ويسووا لي كاننا صحاب بقالنا سنين. جم واحتفلوا بيا، ومش بس كده، دول فضلوا معايا اليوم كله لحد اخر اليوم وهم جنبي وورايا. اليوم ده انا استغربت، انا كنت في حاله من الدهشه اللي هو ايه ده. رابع نقطه بقى، وعايزه اقول لكم النقطه دي مهمه جدا، ان الصحاب مش بعددهم، الصحاب اللي بجد هتكتشفيهم وقت الجد. والله اللي انا بكلمكم فيه ده بجد، ان في ناس كانوا معايا بقالهم سنين، مش هقول 5 سنين ولا 6 سنين، لا يعني على مدار حياتي هم معايا، لكن ما قدروش حاجه خالص. وفي ناس تانية ظهرت في حياتي، يعني هقول من شهور مش من وقت كبير، لكن بجد سند حقيقي لما بحتاجهم بس، او بحتاج حاجه، او هم بيلاحظوا بس ان انا واقعه في مشكله، او الناس بلاقيها واقفه معايا. وقتها بقى انا عرفت الفرق ما بين حد بس عايز يظهر في الصوره، انا صاحبتها في الصوره بس، لكن حد عايز يبقى صاحبي، عايز اسراء، بيحب قلب اسراء من جوه. انا هنا بقى اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان الصحاب او الصاحب الحقيقي مش بعدد السنين خالص، ملهاش علاقه خالص. الصاحب اللي بجد، اللي بتحسيه وقت ما تحتاجيه، اللي هو من نظره عين هو يعرف انت كويسه ولا في حاجه فعلا مضايقاك. تاني حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها، وهي ان مش كل حد يضحك في وشك يبقى بيحبك بجد. في ناس بتبقى حواليكي من باب الفضول والمصلحه بس، لكن اول لما حياتك تتغير ولا يحصل فيها اي مطب بيظهر على وشهم الحقيقي. تالت حاجه، خلي دايرتك او الناس اللي حواليكي تكون صغيره بس صادقه، يعني 2 3 بيحبوكي بجد احسن من 10 حواليكي وهم عايزين منك مصلحة، او حابين وجودك بس مش حابينك انت كشخص، لا هم حابين وجودك بس، عارفين ان انت بتديهم حاجة فهم عايزين الحاجة دي ما بقتش موجودة، هم خلاص انت مالكيش لازمة، 0 20. ازاي اتغيرت بقى بعد كده؟ اول حاجة بقيت باخد وقتي قوي في اختيار صحابي. تاني حاجة، ما بقتش ادي من قلبي لاي حد بسهوله، يعني لسه مثلا ايه مش متاكده من الشخص ده بيحبني ولا لا، من على الظهر ومن على الوش قوي. تالت حاجه وهي المهمه قوي، ان انا بطلت الوم نفسي على ناس ما كانوش يستحقوا اصلا، ما كانوش يستحقوا اسراء، ما كانوش يستحقوا ان اسراء تبقى وسطهم. خليكوا عارفين حاجه مهمه قوي، اللي يخسرك وقت فرحتك عمره كان كسبان، واللي يختفي لما تحتاجيه
ما يستحقش ان انتي ترجعي تندهي عليه تاني. نصيحتي هنا بقى ليكوا ولكل البنات اللي بتشوف الفيديو ان انتي ما تغلطيش غلطتي، ما تديش لقب صاحبة عمري لأي حد. استني واختبري وشوفي مواقفهم وتصرفاتهم معاكي، شوفي هما هيبقوا معاكي امتى، مش معاكي قد ايه، الوقت اللي انتي محتاجة فيه فعلا صاحبتك هتبقى معاكي ولا لا. ومن النقطة دي هتبدأي بقى انتي تحددي هي دي فعلا صاحبة تستاهل ان انا اكمل معاها ولا دي بس من على الوش. في الاخر بقى احب اقول لكم ان انا مش ندمانة خالص على خسارة الناس دي، بالعكس يعني انا بشكر الظروف على قد ما هي كانت ظروف صعبة، بس بشكر الظروف ان هي وضحت لي الناس دي، وضحت لي انا كنت وسط مين، وضحت لي انا بتعامل مع مين، وضحت لي ان انا ما اديش من قلبي لاي حد، لاني كنت بدي بعطاء قوي، يعني بدي بحب وباخلاص. يعني صاحبتي، يعني مش عارفه اقول ايه، بس يعني صاحبتي، فانتي صاحبتك هتديها بايه؟ بس الحاجه الوحيده اللي انا زعلانه عليها وهي ان انا زعلانه على وقتي، زعلانه على وقتي اللي انا اديته لناس ما كانتش تستحقه ولا تستاهله حتى. بس في الاخر انا كسبت نفسي واتعلمت درس كبير قوي، واتعلمت ازاي اميز الكويس عن بتاع مصلحته، وسبت لنفسي مساحة ان انا اختار تاني بس بعين مفتوحة ودماغ شغالة. يا ريت بقى تشاركوني في الكومنتات لو اي بنت مرت بموقف زي ده، تكتب لنا في الكومنتس قصتها. ويلا اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.